وصغروا اكتر مما تتخيلوش. هوبا! ايه ده؟ انت عملتي فيا ايه؟ اوه! يا نهار ابيض، ما كنتش اعرف ان رجلك عامله زي الونش الكبير كده. إليكم أعزائي المشاهدين هذا الخبر الهام: وصول الساحلة رتيبة من المغرب، وهي تفك الأسحار وتعمل كل شيء مقابل 1000 جنيه في الساعة. إليكم هذا النبأ. ياه، ده الموضوع مبهر قوي. 1000 جنيه في الساعة ده كتير قوي. هتتصرف ازاي؟ فارس، هو فارس مفيش غيره. فارس بقولك ايه؟ مش معايا يا عمر. هو انت عارف انا عايز ايه؟ هات عايز فلوس. انت بتشغل اساسا وانا دلوقتي اساسا مش معايا فلوس. ازاي بس؟ امال ايه دي؟ حصلتيه؟ قبلي سعادات بحوش فيهم. معنى كده انها مليانه. بص يا فارس، هو 1000 جنيه هاخده وارجعه لك اول الشهر، وهجيب لك حصاله تانيه جديده بدل اللي هتتكسر. امر الله. The next day. انا نار، انا ولعه، انا دينامو. مين هنا اللي عايز نعمل له السحر؟ شراوي بعت لنا فندم ولا ايه؟ اهدي شويه وتعالي بس ندخل الاول. بص بقى، انا امي وابويا وكل اللي هنا مش موجودين النهارده في البيت، يعني عايزين ننجز في الموضوع. انت تقول لي طلباتك تلاقيني غيرت حياتك. انا بصراحه زهقت من المدرسه والمذاكره والدروس ونفسي ارجع صغير تاني، يعني مثلا جي 1 اصغر حاجه ممكن تقدري عليها. انا اقدر ارجعك اصغر مما تتخيل. ايوه هو ده، انا عاوز حاجه اكتر مما تتخيل. خد بالك انت اللي طلبت، ايدك بس على الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها. يلا عفركوش ابن برتكوش، اسمع كلام المنكوش وصغروا اكتر مما تتخيلوش. هوبا! ايه ده؟ انت عملت فيا ايه؟ يا نهار ابيض، انت اتحولت للعبه الصغيره اللي كانت في ايدك. انت كنت ماسكها لي بس. هو ايه اللي كنت ماسكها ليه؟ انا بقول لك صغريني مش تخليني قد عقله الصباع. للاسف يا حبيبي، السحر ما ينفعش ينتهي غير لما يعدي 24 ساعه. ايه بتقول ايه؟ 24 ساعه؟ طب وفي ال 24 ساعه دول انا هعمل ايه؟ حاول يا ابني تستخبى في اي حته لا حد يدوس عليك ولا حاجه واشيل ذنبك يا ابني. يا عمر، واد يا عمر، افتح يا ولد. يا خبر، ماما هوبا! يا صلاة النبي، وكمان الساحرة مشيت. يا ابني افتح، يا ابني افتح. طلعي بقى المفتاح يا ام عمر وخلصينا، هتلاقي ما فيش حد جوه. يمكن نام ولا حاجة. ايه ده مفيش حد هنا خالص. انا هنا يا ماما. امال فين عمر يا فارس؟ انا كنت سايبه هنا، هتلاقي ناس يجيب حاجات. العب شويه يا فارس لحد ما نحضر لك الغدا. يا ابني انت يا ابني. يا ابني انت يا ابني. انت يا ابني. شكلي بتهيألي، انا اروح انام احسن. وادي اللي كان هيساعدني راح خلاص. طن ظريفة، طن ظريفة. بصيلي هنا يا طن ظريفة، أنا عمر. الله، من اللي بينادي وصوته ضعيف كده؟ انا مش شايفه حد. يا نهار أبيض، ما كنتش أعرف إن رجلك عاملة زي الونش الكبير كده. أنا لازم ألفت نظرهم ليا عشان يعرفوا اللي حصل لي ويمكن يساعدوني. بابا
ده مش هيسمعني، انا صوتي بقى ضعيف جدا. يا بابا بابا. مفيش فايدة، بس هو حل واحد. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هي ماشية لوحدها ولا ايه العربية دي؟ لا يا ماما، انا اللي سايقها. دي المصيبة يا ماما، انت كنت هتموتيني كده على فكرة. وايه اللي عمل فيك كده يا واد؟ الحكاية يا ماما تبتدي لما كنت قاعد قدام التلفزيون وبتفرج في امان الله، وفجأة جه اعلان للساحرة. إذن وصول الساحرة رتيبة من المغرب، وهي تفك الأسحار وتعمل كل شيء مقابل 1000 جنيه في الساعة. إليكم هذا النبأ. ياه، ده كده يا عمر ما ينفعش ترجع لطبيعتك تاني الا لما الساحرة دي تيجي. لا يا ماما، هي قالت 24 ساعة وكده عدى 35 ساعة. انت كده يا عمر الوقت عدى يا حبيبي، هترجع بس ازاي؟ انت بتكلم روحك يا ام عمر؟ لا، بكلم عمر، ما هو قدامك اهو، انت مش شايفاه ده جنب العربية. يا مصبتي عمر، وايه اللي عمل فيه كده؟ انا هحكي لك الحكايه يا طنط ظريفه. الحكايه تبتدي لما كنت قاعد بتفرج على التلفزيون وشفت اعلان للساحره. ياه، كل ده حصل يا عمر؟ انا لازم ادور واجيب لك الساحره دي من تحت تقطيع الارض عشان ترجع لطبيعتك تاني. صباح الخير. ايه ده؟ مالكم عاملين دوشه كده ليه؟ بص بقى علشان ما تتخضش، الحكايه مع عمر تبتدي لما كان قاعد بيتفرج على اعلان الساحره في التلفزيون. وانتهت الحلقه ووصلنا لميعاد سؤال حلقه النهارده. سؤال النهارده يا ترى اسم الساحره كان ايه؟ اكتبوا لنا الاجابه بسرعه. بشكر بقى اصدقائنا نوره ورؤى عمر وملك محمد سالم وايمان وهوبا محمد. ما تنسوش اللي عجبته حلقه النهارده يعمل لايك بسرعه، واللي لسه ما اشتركش وانضم لعيلتنا يشترك بسرعه علشان في حاجات حلوه كتير جايه. يا نهار ابيض، انت اصغر، انت يا نهار ابيض، انت